يسعد مساكم. النهارده بنقدم لكم حلقه جديده من برنامجنا 5 سياسه. يمكن النهارده هنكلمكم عن حاجه تبان في الاول ان هي بعيده عن محتوانا، لكن هي في الحقيقه هي جون في محتوانا. احنا النهارده هنتكلم عن فيلم اولاد رزق 3 القاضيه، وهنقول لكم ايه علاقته بالسياسه. اوعوا تروحوا في حته وخليكم معانا. فيلم ولاد رزق 3 ما هواش الفيلم الأول ليهم بنفس الشخصيات ونفس الممثلين اللي يتمثل بهذا الشكل. في ابتذال، كلام مش كويس، دعوة للدعارة، دعوة للجنس، دعوة للكلام المبتذل، دعوة للسرقة والبلطجة والنهب وكل حاجة. اوكي، مفيش مشكلة، عمل فني بيقولوا انه بيمثل قطاع ضمن القطاعات اللي موجوده في مصر. انا لا اتفق مع هذا الشكل. يعني يمكن يكون في ناس بتتكلم بالشكل اللي هم بيتكلموا بيه او بيستخدموا الالفاظ اللي بيستخدموها، بس مستحيل ان في اشخاص تجمع ما بين كميه القذاره دي مره واحده. يعني سوري اعذروني، بس هو فعلا مستوى من القذاره لابعد حد. لما النهارده ولادنا يروحوا يتفرجوا على فيلم بيتقال فيه الفاظ صريحه جدا وكلها مسيئه جدا، هيتعلموا ايه ويشوفوا ايه؟ انا بالمناسبه دخلت الفيلم عشان انا كنت عايزه اعرف شكل الفيلم ده ايه او بيتكلم عن ايه او ايه تفاصيله، فانا بحكي لكم من واقع. اول حاجه او اول جزء في التجربه، اول ما تروح السينما هتلاقي مكتوب بالبولت العريض ان كل التذاكر الخاصه بفيلم اولاد رزق فول. ماشي تمام اوكي، نشوف بقى ايه الزحمه دي وليه زحمه بالطريقه دي وليه التذاكر خلصانه. وقفت عند بتاع السينما فضل يقول انا هعمل ريفرش ومش عارف ايه وبتاع، فجاه طب في تذاكر اهي. اشترينا التذاكر ودخلنا السينما لقينا ان في كراسي اصلا جوه السينما فاضيه. فده اول سؤال، هو ازاي فول وازاي التذاكر او الكراسي اللي محجوزه الناس ما جاتش وما دخلتش والكراسي فاضيه جوه السينما؟ ده يمكن جزء من ضمن الدعايه اللي دايما بتتعمل حوالين الافلام اللي شبه كده، اللي بيبقى مقصود بيها حاجه معينه، والحاجه المعينه دي انا هقول لكم عليها. فبيحصل تسويق ان بيتقال ان المكان زحمه، فالناس بتروح ايه ده، هي الناس متزاحمه على ايه، عايزين نشوف، فبيخشوا السينما فبيجيب اعلى ايرادات. هو فعلا جايب اعلى ايرادات لان في ازدحام عليه، وفي فئه من فئات المجتمع بتحب تشوف النوعيه دي من الافلام. لكن هنا الاصعب او هنا الوحش قوي بقى ان الفيلم ده اتعمل جوه الرياض برعايه المستشار تركي آل الشيخ. طب وايه المشكله؟ طب ما هو بيتعمل برعايه مصريه زي ما بيتعمل برعايه اجنبيه ولا رعايه سعوديه. لا يا جماعه، الموضوع مختلف. هو اولا المستشار تركي آل الشيخ كان ذكي جدا في الموضوع ده. هو اختار ان يتمثل جزء في الرياض عشان يوري لنا جزء مختلف خالص عن المملكه العربيه السعوديه اللي عمرنا ما شفناها. طبعا احنا واخدين طول عمرنا ان المملكه العربيه السعوديه هي الكعبه، هي المدينه، هي بعض الاماكن الصحراويه، ممكن يكون فيها اماكن ترفيهيه زي المولات. لكن اللي شفناه او اتعرض في الفيلم عن الرياض بيقول ان الرياض هي جزء من هوليود، او بمعنى اصح هي هوليود الشرق. فده ذكاء كبير جدا من المستشار تركي آل الشيخ انه يسوق لمدينه الرياض. وهنا ده تسويق بحت من خلال فيلم اولاد رزق. هنا احنا اتكلمنا على نوعيتين من التسويق. التسويق الاول اللي هو ايهام الناس ان الفيلم عليه شعبيه كبيره جدا وفي الاخر بتخش السينما تلاقيه فاضي. التسويق الثاني خاص بالمملكه العربيه السعوديه، انه بيسوقوا للرياض باحسن صوره وبيبرزوا شكلها عامل ازاي بالمقارنه بمصر عامله ازاي. هي مصر ولاد رزق، هي مصر الحراميه والسراقين، مصر دعاة الدعاره والخيانه، مصر هي المخدرات، مصر هي البرشام، مصر هي دي، هي مصر ما فيهاش غير النيل والمخدرات والدعاره والبرشام والكلام المبتذل والسافل اللي اول مره في حياتي اتخيل ان انا ممكن اسمعه في فيلم بيتفرج عليه الاطفال والكبار. كميه الالفاظ اللي موجوده جوه الفيلم تخض.
لو دي الصورة اللي مقصودة ان هي توصل للعرب تحديدا، لان الفيلم ده هيعرض اكيد في الدول العربية بالكامل بشكل اكبر برعاية المستشار تركي آل الشيخ، فالنهاردة احنا بنقول ان صورة مصر اللي بتقدم للخارج هي من اسوأ الصور لو فيلم ولاد رزق تم نشره او تم وضعه في السينمات الخارجية. لو هي دي الصورة اللي الممثلين المحترمين ونقابة المهن التمثيلية وافقت والرقابة وافقت ان تطلعها عن مصر، احنا لازم نقف وقفة كبيرة جدا. ازاي فيلم زي فيلم اولاد رزق بالفجاجة دي وبالسفالة اللي موجودة فيه دي يطلع للجمهور العربي والاجنبي والمصري والاطفالنا والولادنا بهذا الشكل؟ بتعلموا عيالنا ايه؟ بتقولوا لهم ايه؟ عايزين توصلوا لهم ان اللي بيمشي في الطريق الغلط والحرام هو اللي بيكسب وبيجيب فلوس وبيفتح اجنسات عربيات ويقدر يجيب كافيهات ويعمل مش عارف يجيب مركب على النيل ويفتحها كافيه ومطاعم ويقدر يسافر بره ويجي ويروح ويعمل ويسوي يبقى معاه فلوس وبيلعب بالفلوس لعب؟ النهارده فين الفن الهادف قصاد ولاد رزق؟ ايرادات اولاد رزق بتقول ان احنا عندنا خلل في الفن المصري وعندنا حرب من الحروب اللي بتمارس ضد مصر بالقوى الناعمه. كل الدول بتستخدم القوى الناعمه بتاعتها عشان تبين احسن ما عندها، زي ما شفنا تركي آل الشيخ بذات نفسه بيبين الرياض بجمالها ان هي هوليود الشرق من خلال القوى الناعمه. لكن احنا القوى الناعمه بتاعتنا عملت ايه؟ دمرت صوره مصر، خلت الصوره الذهنيه عن مصر دعاره، مخدرات، سرقه، فهلوه، بلطجه، كل حاجه. ايه ده؟ ازاي احنا بنصدر قوة ناعمة بهذا الشكل؟ بيتهيألي ان البرلمان محتاج يتحرك، بيتهيألي نقابة المهن التمثيلية لازم يبقى لها وقفة. المستشار تركي آل الشيخ لو عايز يدعم افلامنا وفننا في فن هادف وفي حاجات محترمة جدا بتمثل صورة مصر الحقيقية، ال106 مليون مواطن مصري ما هماش ولاد رزق، فيعني اتمنى ان دعم سيادته يبقى في حاجات هادفه تمثل مصر، ما تمثلش الجانب السلبي اللي مفروض انه يطلع عن مصر وغير حقيقي بالمره. الناس هتطلع وتقول لك في مجتمع زي مجتمع اولاد رزق بس مش بالشكل ده، ما يجتمعش فيه كل الصفات ده. حتى الناس الشعبية اللي موجودة اللي بتتكلم بنفس اللهجة أو عندها بعض المصطلحات اللي بتقولها بيستخدموها في بعض الأفلام وبعض المسلسلات زي بتاعت محمد رمضان وأحمد عز وغيره من الحاجات دي، بس مش بالفجاجة دي يا جماعة. الناس بتحترم حتى الستات اللي عندهم، بتحترم الأطفال، ما بتتكلمش بهذا الشكل. ولاد البلد ما هماش كده، مش دول ولاد البلد. تعالوا انزلوا المناطق الشعبية وشوفوا ولاد البلد ايه شكلهم. ما هياش الدنيا بالنسبه لهم خلطبيطه. اللي بيشرب مخدرات ما بيدعيش للدعاره ولا هو بيعمل ده، بيعمل حاجه واحده غلط. واللي بيمشي في الحرام ما بيروحش ناحيه المخدرات مثلا مع بعض، ما بيبقاش حرامي لازم، يعني مش شرط. لكن اجتمعت كل الصفات السيئه في شخصيات محدده، وهي دي اللي بتتصدر للخارج من القوه الناعمه بتاعتنا. انتوا عايزين تقولوا ايه عن مصر؟ لازم يبقى في تحرك. شكرا ليكم ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامجنا 5 سياسة.